السلام عليكم الاخوان. الا قلت لكم المنتخب الجزائري سافر عبر الزمن ما غاديش تيقون. اييه سيدي، المنتخب الجزائري كيرجع من 2026 ل 1980 ولا 1960. فكيف ما شفتوا هادو هما الكيران اولا هذا هو الكار اللي استقبلهم من ينزلوا في المطار هو ريبو مدين. فكيف يعقل صاحبي المنتخب الاول استقبلوا بكار بهذه الجوده هذه؟ فبحال هاد الكيران الاخوان انا ما بقيتش شفتهم في المغرب، راه كندوي عن نفسي وما كنضحكش. ما بقيت شفتهم في المغرب المده ديال دابا شي 15 عام ولا ما عرفت شي 20 عام. ما بقيتش شفت بحال هاد الكيران في المغرب اصاحبي. وانا نتحداهم ان الطوبيسات اللي عندنا في كازا فراه احسن من هاد الكار هذا اللي استقبلوا به المنتخب الجزائري. فما عرفتش واش غير هاد الكار اللي عندهم زعما دوله على قدها، ما عندهم حتى شي كار صاحبي بشي جوده اللي احسن من هذا تستقبل به المنتخب ديالك. ما فهمتش. وانت عارف ان الاعلام وكل شيء غيهضر عليه، فكيف يعقل صاحبي انك تستقبلهم بهذا الكار بهذه الجوده؟ وشوفوا معايا الكيران اللي كانوا كيركبوا فيهم في كاس افريقيا كيفاش دايرين. الكيران اللي كانوا كيركبوا فيهم في كاس افريقيا كنظن وإلا ما خيبنيش الظن ديالي انهم حسن من الطائرات اللي كاينين في الجزائر، في الخطوط الجزائريه. فما عرفتش واش هادشي كيديروه بالعاني، وهادشي انا عارف ما كيديروش بالعاني، الفرح هادشي اللي عندهم. وشوفوا معايا ديك سميتو ديال البوليس اللي كاينه من وراه، وقيله من الاتحاد السوفيتي وهي باقا عندهم. اما بالنسبه للاعلام فراه كيبانوا ليا واحد جوج اعلاميين داروا عقلهم وقالوا ان المنتخب الجزائري كان ضعيف، وان ديك ضربه جزاء راه ماشي ضربه جزاء. وهادو اعلاميين جزائريين كاينين في الاعلام، زعما في الاعلام الجزائري كاينين في البلاد. فكيف ما غادي تسمعوا شوفوا معايا، انا ما فهمتش هادو واش من نيتهم انهم صرحوا بهاد التصاريح ما عارفينش شنو كيتسناهم. شوفوا معايا اشنو غيقول الحكم. صح ما ولاش للفار، ولكن لو ولا للفار راح يبرهن انه ما كانش ضربه جزاء. على حسب لا لوا 12 تاع الفوتبول يقول انه لما يضرب في الجسم الكره ثم تضرب في اليد يعني انه ما كانش ضربه جزاء. اكزاكتومون هذاك واش صرا، ضربت في الجنوب بعدها ضربت في اليد. فضربه الجزاء في مباراه نيجيريا والجزائر ما كانتش كاينه، ولو رجع للفار كان راح يبرهن. هو ما رجعش للفار، لماذا؟ لانه حتى في الدقائق الاولى التحكيم ما نربطوش الخساره به، ولكن حاول تشتيت تركيز اللاعبين في الدقائق الاولى. هذه صراحه. بل اكثر من هذا الاخوان، راه رياض محرز تصرح وقال اننا كنا ضعاف وان نيجيريا كانت قوى منا. فراه هادشي اللي شفنا حنا في التيران، راه زعما هادشي اللي شفنا عفوا في الماتش. فراه انت ما درتي حتى شي تسديده كادري، كنتي ضعيف. فكيف يعقل انك الفشل ديالك تلصقوا في الحكم وفي نظريه المؤامره، وان كل شيء كيتامر عليك، وان الحكم مشري وانت تسديده صاحبي ما درتيهاش على المرمى. وبالنسبه لهاد الاعلاميين فراه كنظن اننا ما غاديش نعاودوا نشوفوهم للاسف في للاسف في الاعلام الجزائري مجددا. فاش انت الدوله على قدها كدير او لا كتنشر واحد الفكره ديال انه كلشي كيتامر عليها، وتجي في الاخر وتخرج بهاد التصاريح. فراه كنظن انك ضحيتي زعما بالخدمه ديالك او بالوظيفه ديالك في ديك الاذاعه.